لما الشركات تترول على بعض بتبقى دي النتيجة. اهلا بيكم في اكتر اعلانات كرييتيف اتعملت، الجزء ال11. السلام عليكم، انتوا قاعدين هنا، ده البرنامج بتاعي هيبدأ. كلنا بنستخدم اليو اس بي دلوقتي ومفيش حد يقدر يستغنى عنه، ولما شركة كبيرة زي شركة ابل تفكر انها تشيله من الاجهزة بتاعتها فهي كده بتقتل كل اجهزة اليو اس بي اللي مع الناس. ده غير ان اصلا اجهزة ابل غالية جدا، فلو اشتريت الجهاز الجديد من غير يو اس بي هتضطر تشتري له اجهزة جديدة بتدعم المنفذ الجديد او هتشتري له كونفرتر. مين بقى استغل الخبر ده؟ شركة سنيكرز واللي الشعار بتاعها انت مش انت وانت جعان. الخبر ده نزل لهم على طبق من ده، لانهم حرفيا عملوا اعلان من ولا شيء. هم جابوا الخبر بتاع شركة ابل وكتبوا تحت الشعار بتاعهم انت مش انت وانت جعان، اللي هو ايه العبط اللي انت بتعمليه ده يا ابل؟ في رايك انت شايفه تصرف غبي ولا خطوه للمستقبل؟ ان كده لما ابل تشيل منفذ اليو اس بي كل الشركات هتجري وراها وتقلدها. اكتب لي رايك تحت في الكومنتات، وكالعاده ما تنساش تقيم الاعلان من 10، وانا تقييمي للاعلان هو 7 من 10. ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اعلان عايزني اعمل لك عنه فيديو اكتبه لي في الكومنتات وهعمل لك الفيديو. مايك دروب.